الأخ إبراهيم، أنا طبعا عندي قصة. تمام. وأنا صغيرة. تمام. عشت من الصف الخامس أنا عشت بعيد عن أهلي. تمام. فعشت بعيد عن أهلي سنين كتير، لين الجامعة وأنا عايشة مع أهل ماما. فهمتني؟ وما عشت جنبهم. تمام. لحد ما خلصت الجامعة. تمام. بعد ما خلصت الجامعة خلاص الحمد لله أنا تعينت في مجال اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة. قصدي تخرجت من مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنت بدي أقدم على وظيفة. تمام. فما رضيوا يقبلوني في هذه الوظيفة. تمام. فرحت للمدير كذا مرة، بيقول لي لا أنا ما بدي أقبلهم، لا أنا هذا المجال حابته والحمد لله أنا تفوقت فيه بالجامعة. وهو رفض. فقلت له ماشي. رحت أنا طبعا زعلت، ورحت بدور على وظيفة في قطاع خاص. قلت له حتى بتطوع، لأن حابة هذا المجال، سيبني حتى بمجالي أكون أنا متطوعة بدون مال. فيقول لي لا أنا عندي ناس مستكنة، وللأسف إن هو اللي حاطهم ما هم في المجال ولا هم في الخبرة. فرحت سبتهم وخدوا مني رقمي، وانا خلاص تعين رحت اشتغلت في مكان تاني، وقعدت هيك فترة، وهم بعدين يكلموني يقولوا لي خلاص تعالي في مكان فاضي، تعالي انتي وظبي معنا. فقلت خلاص انا خلاص انا لقيت شغل وانشزمت هون في الشغل، وبعدين خلاص. فالحمد لله انا كنت الحمد لله اللهم لك الحمد ما شاء الله كنت من المتفوقين. فالحمد لله طلعت لي بحثة اني انا اخذ الماستر. فالحمد لله اجت اموري فقلت خلاص الحمد لله انا ابلش اعمل دراسات عليا الحمد لله. فروحت وسافرت على برا البلد فالحمد لله. وطلع لي زي ما يقولوا هيك إفاد. فالحمد لله بعد ما طلع لي الإفاد فرحت، وجتني وظيفة كمان في نفس الوقت. بعدها اجاني عرقيل هيك، وقفت كل الامور قدامي لمدة 7 سنوات. وانا الباب اللي بروح له بيتقفل، الاشخاص اللي بروح لهم يتقفلوا في وشي، كل الابواب اتقفلت في وشي. الورق عيدي بروح لمدة 7 سنوات وانا وضعي معيشة ما هو مع العالم. بتمنى هذه القصة تنتهي. امتى بتنتهي؟ امتى يكون ليك نهاية؟ بيجوني زمايلي يقولوا لي امتى انت قصتك بتنتهي؟ بقول لهم والله ما اعرف، انا متوكله على الله. كنت بدعي بفتح القرآن وبدعي، الحمد لله ما لي ادعية الا ادعية الانبياء، ومتوكل على الله. كل المعطيات بتقول لي لا خلاص، بقول لهم انا لا، باذن الله باذن الله معي الله باذن الله. وبعدين هيك بعد 7 سنوات الحمد لله اجت زميلة لي خدت مني الأوراق وجددت لي الورق الحمد لله. وبعدين طلعت للبلد اللي أنا بدي أدرس فيها. فالحمد لله بدأت دراستي في الماجستير، وبدأت الصعوبات والعرق. ما في شيء مستحيل، ولا في شيء سهل. فقعدت أي تحدي أنا الحمد لله استمريت في الدراسة وفي التعب. طبعا انت عارف غربة وبهدلة ودكتوري المشرف عليه كان دكتور صعب 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 ومعقد. صعب مو معقد. وانا بحاول انا اني اجتاز هذه المرحلة. لازم انا اجتاز ان معي الله، باذن الله ساجتاز. وكل مرة بتواجهني العراقيل وانا بحاول اني اوقع واقوم تاني. فالحمد لله الحمد لله لما هيك جيت انا بناقش دكتور اتغير علي 180 درجة. دكتوري المشرف بتاع الرسالة، كنت خلاص انا خلصت الرسالة وعايزة اناقش واخذ الماستر. فقال لي لا انتي ولا تناقشين هلا ولا انتي لسه. قلب لي الموازين وانا كنت مخلصة كل اموري تمام. فبروح للكلية وارجع وانا ببكي، بروح وبرجع 5 شهور وانا قاعد على هذا الوضع. فالتزمت الحمد لله بسورة البقرة، وبدأت برقية شرعية وبالاستعانة بالله وبالدعاء. والله ببكي ليل نهار. والتزمت بهذه الرقية لمدة 5 شهور. الزمايل اللي معي كلهم خلصوا وأنا واقفة هيك. فالحمد لله كان في وحدة بدها تعالج، فقلت لا أنا لوجه الله. كانت جاية عندها ورم، فقلت لا هي أنا بستقبلها عندي في الغربة، هي غريبة وبستقبلها عندي بالغربة وبكون معها جنبها بالغربة.
يعني فاستقبلتها. لما استقبلتها سبحان الله يعني، وعملت معها الواجب، وكانت عاملة عملية وعندها يعني الكانسر. فبعد عملت العملية وقلت هذا أنا راح أستقبل كل شيء لوجه الله عندي. ولما استقبلتها فالحمد لله في نفس الأسبوع يتصل علي الدكتور ويكلمني ويقول لي مناقشتك الأسبوع يعني اللي جاي. وأنا ما كنت جاهزة أصلا، أنا خلاص نسيت المناقشة ونسيت كل شيء. وهو بيكلمني يقول لي انا بدي كنت اوقفه، اقول له الدكتور انا ماني جاهزه. بيقول لي لا لازم تعملي، خلاص قدامك وبقعد اجري. الحمد لله فاخذت الماجستير، اللهم لك الحمد. فالحمد لله بعدها هيك يعني، اللهم لك الحمد، استمريت الحمد لله بالدعاء وبالذكر وبالصلاة على الرسول. استغفار يعني ما كنت بستغفر كتير صراحة. يعني الواحد يعني يبقى مرات نميمة مرات هيك، يعني ما كنت مثلا صح بصلي وبدعي بصوم، لكن يعني ما كانت يعني مثلا الحمد لله الصدقة بتصدق كل شيء اللهم لك الحمد بعمله. بس ساعات الواحد هيك بيبقى بيتكلم على شيء أو أشياء يعني الحمد لله عادية يعني تعتبر ما. بس المهم فاستمريت الحمد لله بعد ما أخذت الماجستير، فقلت لا أنا بإذن الله بقدم على الدكتوراه بإذن الله. ورحت قدمت على الدكتوراه اللهم لك الحمد. فبعد جاني عراقيل برضو، بحط كل ما بحط ورقي بياخذوه، كل ما بحط ورقي بياخذوه، بيسحبوه الناس. يعني هيك بيجيني ناس بتسحب ورقي بتبعدني عن المكان، وانا مستعينة برضو بالله. بيتكرر معي نفس السيناريو، بس انا بإذن الله معي الله. ودخلت وقدمت على ورقي للدكتوراه، ونفس الدكتور ونفس المشرف، لاني انا ما قدرت انا اغير الجامعه، فقدمت مع نفس الدكتور. هو اتصدم، تغير برضو معي 180 درجه الدكتور، تغير 180 درجه. صح هو في عراقيل وفي عقبات هيك بتجينا في ال في هذه المرحله. بس يعني كنت انا كنت بتحدى الدكتور وبتحدى كل الظروف. يعني في ظروف خاصة، في ظروف عائلية، في ظروف، في صعوبات، كنت مستعينة بالله بالأذكار وبرقيتك أنت يا شيخ إبراهيم. يعني أنا كنت متابعتك يعني من 4 شهور، والحمد لله. وبدأت برقيتك أنت بأي، ومع سورة البقرة والقرآن والدعاء والاستغفار وقيام الليل، ما فيش يعني شيء بعمله، والصدقة اللهم لك الحمد. أنا نفسي بقت يعني مرتاح اللهم لك الحمد. فبعد جاء إجا الدكتور كان بده يعرقلني نفس الموضوع، بيرجع نفس السيناريو بيبهدلني، وكأنه هو منتظر منه، كأنه أنا دخلت أنا وياه كأنه في صراع، بده يعني ينطقني، بده يعرقلني، بده يعملني. بس أنا توكلت على الله بسكت، اللي بيطلبوا مني أنا بعمله. فالحمد لله أنا يعني الشهر اللي فات اللهم لك الحمد فناقشت الدكتوراه برضو مع نفس الدكتور اللهم لك الحمد. فكان بالمناقشة يقول لي بسم الله ما شاء الله أنت انتصرتي علي. فقلت اللهم لك الحمد ما شاء يعني، الله تبارك الله، أصبحت الآن دكتورة. اللهم لك الحمد. رغم تبارك الله، ألف مبارك، مبروك رغم كل، مبروك مبروك. أنا قصتي أعرف اللي زي كذا قصص عندهم قصص طويلة ما شاء الله تبارك قصص الله. طويلة. أنا عندي الله قصص عليك يا يعني دكتورة. أجزاء وليست يعني. أنا ولا يعني كنت مرتبكة دخلت القسط بس أنا حبيت من زمان بدي أشارك. بس سبحان الله حتى أنا كنت بحلم إني أدخل معك. أنا تفاجأت هلا، ما كنت بحب أتابع فلقيتهم هم بيطلعوني. فسبحانك ربي ما أعلمك يعني. بقول مستحيل أدخل مع إبراهيم كيف، وبعدين قلت ما على الله، ما ذلك على الله بعزيز، تبارك وما الله. ذلك على الله بعزيز. فسبحان الله كان كل المناقشة احتضار. في الماجستير كان بيحتضر، والدكتوراه قدم احتضار قدام كل الدكاترة، يقول لهم هذه انتصرت علي. الحمد تبارك لله. الله. اللهم ايش التخصص الدكتوراه لو حابة تقولين، عشان في ناس يسألون في شفتكم. أنا أنا صحة نفسية مع أنهم مرضوني نفسيا. ما شاء الله تبارك الله. اللهم ال- لك ما شاء الله اللهم يعني لك. مرضوك نفسيا هم زي كذا، لازم حقين النفسية كذا لازم يتعبونك شوية عشان تطلعين أحسن ما عندك إن شاء الله. هو يقول هيك الدكتور، بس يطلعون المفروض أحسن ما الدكتور عندك وبإذن النفساني، الله. يعني المفروض الدكتور النفساني المسلمين بيكون ينتظرونك، نفسيته ينتظرونك المسلمين، ممتازة. وهذه فيها نفع ترى، فيها مفروض نفع الدكتور كبير ما شاء الله عليك. شنو؟
اقول فيها نفع للمسلمين، نفع كبير، مو الله. قليل. فأنا كنت مفكرة إن يعني الدكتور لما يكون دكتور يعني في الصحة النفسية يكون متزن نفسيا. للأسف أنا بحرب وبواجهها قدامي حرب. ما تقدر تتكلم تقول زميل الدكتور السلام، يقول لك ليش تقول السلام عليكم؟ ليش تتكلمي مع هذا؟ وليش ما تتكلمي؟ وما تقدري ما تقدري تقعدي، لين يقول لك اقعدي، قومي قومي. في يعني مستشفى ولا في جامعه؟ في جامعة. امم في جامعة. الله يعطيك الصحه والعافيه، فصعوبات ما شاء الله. وعراقيل لا يتصورها عقل بشر، لكن يعني لا يأس مع الله. لا يأس مع الله. لا يأس مع الله. الله يعني تبارك. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه لي. ربي أتمم نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا وهذه ترضاه. فيها رسالة يا أختي يا دكتورة، في موضوع اللي قبل شوية سألتني إنه نتمسك في دعواتنا أو لا. بالله ما تمسكتي في دعواتك هذه، في أكيد أمنياتك؟ أكيد، أنا عاجبني شفتوا كلامك، كيف؟ بتابع كل وصلت ولا ليلة. ما وصلت؟ وصلت وصلت في الوقت وصلت. المناسب، اللي شافه والله لها مناسب، اللي يعلم الله إنه والله مناسب. والله أنا قلت سبحان لك الله. قصتي سنوات، وليس سنة ولا يوم ولا. أواجه من عراقيل، أواجه من صعوبات، من صعب، بس تمسكوا بالله. تمسكوا في ناس بالله. وقفوا أنا يأسوهم، الناس أنا وقفوهم، قصتي قالوا من هذا 2000 تعلق بالدعاء، خلاص وقف بالدعاء، خلاص وقف يا أخي خلاص. لا يأس ليه ولا. ما وقفتي يا دكتورة؟ ليه ما خلاص قلتي يمكن في مكان ثاني أفضل أغير؟ ليه سبحان الله ما استمريتي مع العمل بالأسباب، مع الدعاء؟ ليه استمريتي؟ ليه تبغين أكيد أنا الهدف هذا؟ استمريت إنك كأنه تتوافق في ربك أول شيء، ثم هو الشيء يقول اللي مشغل خاطرك، والله يعني الدكتور تبغين يقول لهم تحققينه. غلبتني هذه الطالبة، غلبتني قال لي سبقتني. يعني في دكتور يتنازل في الصحة النفسية، هو دكتور يعني بروفيسور، يتنازل ويقول لهم هذه هي غلبتني. هذا نصر من الله العظيم. إن الله هداه هذه الكلمات. احترف بكلامه أكيد. يعني فوق كل ظالم، فوق يعني أنا رعيت من الظلم، رعيت من المعاناة، رعيت من الألم، رعيت ما لا يتصوره عقل بشر. يعني الدكتور يطردني من مكتبه، يطردني، يعني يتهمني بالكذب، يطردني وأنا بتحدى. وفعلا قسما بالله شفت يعني ما يليق بي كدكتور جامعي، لا يليق بي. لكن الحمد لله إن معي الله، الحمد لله. والله حتى الآن قاعد رحت له بالكلية وكنت بسبح وببص له بسبح وبذكر الله، يعني بحول إن الله يهديه ويصلحه، وما زال يعني في أي شيء يواجهك في الحياة. يعني أنا كنت بتابعك يا دكتور إبراهيم، بخصوص إنه هو فعلا الواحد يتمسك بدعواته، يخلي عنده يقين بالله. يقين بالله. أنا فعلا بتابعك فعلا، ما شاء الله. أسأل الله أن يحفظك ويسعدك ويطيل الله في عمرك. يعني محتواك كله استفدت. وأنا من أما شفتك يعني ممكن أنا شفتك من عيد الأضحى وأنا بتابعك، يعني كل محتواك ممتاز ومتميز. نسأل الله أن يوفقك آمين. ويسدد خطاك يا الله، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يا الله. فالأخت شرف كبير لي وفخر بوجود النماذج هذه عندي، ما شاء الله تبارك الله، الهامات والقامات في قستي وفي بثي، فالحمد لله نعمة، وأنا متشرف فيكم كثير والله، الله وأستفيد يسلمك. منكم وأتعلم.